والقطاع. تاني قطاع وهو قطاع الطاقة والوقود. طبعا احنا حاليا بنعيش أزمة انقطاع في الكهرباء بسبب نقص الوقود، لذا الفترة القادمة إن شاء الله هذا القطاع سينشط نتيجة احتياج الدولة إلى العملة الصعبة وتوفير العملة الصعبة وتوفير الوقود بكميات كافية لاستخدامها في إنتاج الكهرباء. ثالث قطاع وهو قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، نظرا لتوجه الدولة إلى الشمول المالي ورقمنة الخدمات الحكومية واتجاه الدولة أن تصدر بنوك رقمية. رابع قطاع وهو قطاع النقل والخدمات البحرية، لأن الدولة تريد أن تصدر